طلاب منصة الوتين في كل سوريا، طلاب التاسع، طلاب البكالوريا، بسأل طلابي دائما شو هي مشكلتكم مع اللغة الفرنسية؟ وبسمع هالإجابات. إجابات بتقول مشكلتي ما بعرف ألفظ، مشكلتي ما بعرف أكتب، مشكلتي بالقواعد ما بعرف ميز بين المذكر والمؤنث، مشكلتي أنه يا أستاذ في تعقيدات موجودة بهاي اللغة، مشكلتي أستاذي ما بيعرف يشرح، آنستي ما بتعرف توصل المعلومة. طيب إذا جيت أنا الأستاذ رامي السلومي بمنصة وتين التعليمية وقلت لك وقف عندك، إذا قلت لك إذا مشكلتك باللفظ رح نحلها مع بعض ورح نبدأ من الصفر بتأسيس من الصفر. إذا كانت مشكلتك بالقواعد خدها مني، رح أبسط لك المعلومة وكل ما شرحت فكرة أعطيك كيف تتعامل معها. إذا كانت مشكلتك بالمفردات بس نبلش بالنصوص رح حفظك إياهم. إذا كانت مشكلتك بالنص السماعي رح نتعلم مع بعض كيف نسمع ورح نتعلم مع بعض كيف نرتب الحوار. إذا كانت مشكلتك بالموضوع رح نشتغل مع بعض خطوة بخطوة. طيب إذا أنا عم أقول لك معك لنحل كل المشاكل بتعاني منها وين ما كنت بسوريا بأي محافظة من المحافظات ونحن معك، طيب شو لسه عندك مشكلة؟ شو عندك لسه حجة؟ خلينا نبلش مع بعض. يلا تعال. الألفابي فرنسي، الأبجدية الفرنسية. تخيل رح نبدأ مع بعض منين؟ من الأحرف. حتى لو كنت طالب صف سابع تستفيد، تاسع تستفيد، بكالوريا لا تقطع هذا الدرس. بلش معي من هون، لا تحفظ كلمات، هذا الدرس مهم، بصير تلفظهم بشكل صحيح وتحفظهم بشكل أسرع. لا تكتبهم كمان لازم تلفظهم بشكل صحيح، تحفظ كتابتهم بشكل صحيح. طيب ألفابي فرنسي عندي 26 حرف في اللغة الفرنسية. عندي 3 أشكال بيلزموني حاليا اللي هني الماجسكول الحرف الكبير، عندي مينسكول الحرف الصغير، وعندي الحرف بالموصل ان كورسيف. طيب أنا مثل ما انك شايف الحرف الكبير أنت بتعرفه هو نفسه بالأحرف الإنجليزية، نفس اللي أخذتوها بالأحرف الإنجليزية، نفس الكابيتال ليتر يعني ماجسكول ان فرنسي اون دي. مينسكول الحرف الصغير، الحرف الصغير أيضا هو الكتابة الموجودة بالكيبورد العادي، أيضا نفسها في اللغة الإنجليزية. الاختلاف راح يكون عندي بالموصل، بالكتابة بالموصل ان كورسيف. كيف بدنا نبدأ مع بعض؟ راح نبدأ حرف حرف بنلفظه بشكل صحيح وبنكتبه مع بعض بشكل صحيح. راح نبدأ مع بعض حرف الأول. هذا الحرف لفظه منقول ان فرنسي ما منقول اي. طيب وهنا أيضا يكتب بهذا الشكل تابل. ساك، لاحظ ساك. أعطيك هيك، ممكن أعطيك مثال واحد وبعدين نرجع نفصل أكتر. 2 عندي بي هو نفسه حرف البي اللي باللغة العربية. بي وبنجي لهون، لاحظ كتابته كيف؟ رح نطلع لفوق وبننزل لتحت على السطر وبنرجع بنلف هاللفة هاي. بي بنلاحظ عندي هون تا هذا تابل. حرف سي كتابته بهذا الشكل بكل بساطة. هلا أنا ممكن أحط له هون مثلا شحطة ما بيأثر، لكن كتابته بهذا الشكل. لاحظ هنا. طب أستاذ هنا لفظته ساك، لفظته إيش؟ إك. هون عم تلاقي أنت سي صحيح. عندي مثلا سي ني ما. حرف السي كما هو الحرف اللغة الإنجليزية نلفظه أحيانا اس وأحيانا إك.
متى نلفظه هكذا ومتى نلفظه هكذا سوف نتكلم بالتفصيل عن ذلك إن شاء الله، ونأخذ أمثلة كثيرة. دي، هذا حرف الدي بهذا الشكل. يا جماعة هذا مش لا إي ولا أو. نقول د د. اف، كيف يكتب الاف؟ هكذا لفوق وننزل لتحت ونرجع من لف هيك ونجي. هذا حرف اف. اف. طيب جي. جي ايضا استاذ، يعني احيانا بتقولني انت جي واحيانا بتقولي جي. متى يلفظ اج ومتى يلفظ اج؟ سوف نتكلم عن ذلك في ملاحظة منفصلة، لكن كتابته تكون بهذا الشكل. لاحظ جي بهذا الشكل. جي. آش. آش، نطلع لفوق ننزل نرد هيك. هذا حرف الآش. والآش في اللغة الفرنسية لا يلفظ أبدا، اللي وحده أبدا لا يلفظ. أقول آش يلفظ فقط في أثناء الحرف لوحده، أما ضمن الكلمات نقول مثلا أو تيل. أوتيل. نقول أم. لاحظ أم رجل. إي، هذا حرف الآي بإنجليزي، لفظه في اللغة الفرنسية إي، مكتوب بهذا الشكل. إي. إي. حرف جي بهذا الشكل أيضا. والجاردن. جاردن، كتابة بموصل بهذا الشكل. جاردن. طيب أيضا إذن A B C D E F G H I J K. مثل ال والآش، ولكن هنا رح نعمل له هيك مثل الار، بتطلع معي بهيدي الطريقة. إذن هذا رمز الإك. رجاء ننتبه، نطلع لفوق ننزل هيك بعدين هيك هكذا. هذا ك. ال نطلع نفس الطلع بس نرجع نبقى على السطر. ال. ام هكذا. نقول مثلا مير. جدار. حرف الان مثل الام لكن لاحظ فقط هكذا. ان. إذن أنا وصلت جي كا ال ام ان او. الأو بهذا الشكل. او. أما هنا بي هكذا. بي عملنا هيك نزلنا وعدنا هكذا بهذا الشكل. بي. ميز بين بي و بي. جيب ورقة حطها قدامك أو محرمي وقول بي اللي هي مثلها باللغة العربية. بي قد ما قوت صوتك لكنها لن تهتز. أما عندما تضع الورقة تقول بي. الهواء، لاحظ الهواء بي. في عندي إذن هنا اهتزاز، عندي هواء بي بهذه الحالة. ركز إذن الفرق بين بي و بي حتى لو كنت الصوت منخفض. حرف كي بهذا الشكل. طبعا يتأثر هذا بما بعده، فإذا جاء بعده إي تبقى إك، نضع إي تصير عندي كي. إر. الإر لاحظ كيف هيك وهيك. إر. حرف الإس. عندي حرف التي أيضا.
بهذا الشكل تي، مرت معنا تابل منذ قليل. عندي الصوت U، U هنا U، U، يعني هاي مش إي المخرج الداخلي، مخرج الإي، ولكن من برا أضم الشفاه قليلا أقول U، U، فنقول U. إذا هنا عندي فوق كان عندي إي، إي المخرج الداخلي نفسه هو مخرج الإي مع ضم الشفاه. طيب حرف الفي لاحظ كيف انكتب بالموصل في، في. حرف دبليو هو عبارة عن اي جنب بعضهم، اي بصوت عندي دبليو. ايضا الاكس، لاحظ الاكس كيف تكتب، عندي اس مثل الاس وسي لاصقة بها. في منكم بيكتبها بهذا الشكل، بيعمل اس بعدين بيعمل لي هيك، هذا خطأ، هذا خطأ. لازم يكون ايش؟ الاس لاصقة بالسي. هذا حرف اكس. حرف إجريج لاحظ هكذا، أما عن الزد فهكذا، زد بهذا الشكل تكتب. إذن لفظ الأحرف من جديد هذه كتابتها، أما لفظها A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هذا لفظها. نعيد ونسمع جيدا وننتبه لكتابتها. طيب بجوز تيجي تقول لي أنت يا أستاذ أنا يعني صراحة كتابي موصل ما زبط معي، اكتب المقطع. إذا صعب الموصل اكتب المقطع، ما في مشكلة. خليك عم تكتب أنت كتابي بالحرف الصغير، ما في مشكلة. المهم أن تلفظ بشكل صحيح، المهم أن تكتب إملائيا بشكل صحيح. أما فكرة الموصل والمقطع ما لها مشكلة، يعني فينا تمر، حتى نحن في الامتحان لا نحاسب عليها. طيب هذه 26 حرفا في اللغة الفرنسية، تقسم إلى قسمين. إذا انتبهنا أثناء اللفظ، أنا عندي أحرف ألفظها ويخرج الهواء من الجوف ولا يصطدم بأجزاء الفم. أقول آ أ إي أو إي. طيب هذه الحروف تخرج من الجوف ولا تصطدم بأجزاء الفم، لا تعاني من تضييق أو إغلاق. هاي مسميها لي فويل، اللي هي أحرف العلة، اللي هي أحرف الصوتية. لي فويل نسميها لي فويل. هذه الحروف طبعا هي هذه آ أ إي أو إي. إجريج لفظها إي، يعني مثل الإي هاي تماما. الآش لا يلفظ في اللغة الفرنسية، هو ما نفويل، هو كونسون، لكنه لا يلفظ. كتبناه هنا لأنه يعامل معاملة الفويل، لأنه غالبا يأتي بعده فويل يلزمني في القواعد، نتكلم عنه لاحقا. طيب هاي الأحرف الستة هني لي فويل، ننتبه عليهم. طب ليش أنا قلت لكم أنه ما بيعاني من تضييق عند اللفظ، لا يعاني من إغلاق؟ إذا أنت ما تعرف أنه هذا حرف صوتي يا أستاذ ولا ما هو حرف صوتي، هذا حرف يعني فويل ولا كونسون، شو بدي أعمل؟ بتلفظ هذا الحرف، بتقول مثلا ام. شو عملت أنا؟ سكرت تمي، صف أنا أغلقت، هذا ما نفويل. جريان الهواء، هذا فويل. إذا قلت لك أنا مثلا اف، ضيقت، عم يطلع هواء لكن ضيقت، سكرت، اف، هذا نسميه كونسون. أما أو إي، الجريان من الجوف دون إيش؟ إغلاق. فهذا الفرق بين الحروف الساكنة والحروف الفويل. إذا نسيتها الفظها حتى تعرف نوع هذا الحرف، إن كان صوتيا أو إن كان كونسون. لنأخذ بعض الملاحظات العامة. توقف هنا، يمكنك أن تتوقف، أن تكتب ما تعلمته حتى الآن، وبعد ذلك تنتقل إلى الملاحظات العامة التي سوف نتناولها الآن.
خلينا نتكلم الآن بعض الملاحظات حول بعض الألفاظ لهذه الحروف. غالبا ما يخطئ الطالب في لفظ هذه الحروف. ما هي؟ مثلا الآ، جماعة الإنجليزي بيلفظوها A، لك يا حبيبي تابل ولا تابل، يا حبيبي تابل ولا تابل. طيب ماشي. الثاني هذا مش E، السي والجي سوف نتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل والفرق بينهما، ومتى نلفظ سي وإس وإك، ومتى نلفظ جي وإج أيضا. الصوت هاد إي أيضا مش آي، إي. اللفظ الإي هو من أصعب الحروف، يعني باللغة العربية عندنا أصعب شيء هو الضاد بيقولوا، لكن في اللغة الفرنسية أصعب شيء هو الإي، تقول له إي إي. فيعني هذا حرف ننتبه عليه. الإجرج واسمه إجرج لكن لفظه كلفظ الإي تماما. يعني أنا وقت بدي أقول مثلا هذه لي، طيب هكذا كمان لي نفس اللفظ، فنقول ستيلو، 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 بنقول ليفر، ستيلو، ليفر، ليفر. إذن لي، ستي، إي. الإجريك لفظها نفس الإي تماما لوحدها. طيب الإكس سوف نتكلم عنها إن شاء الله في ملاحظة أيضا لوحدها، أنه أنا الإجريك عفوا الإكس أحيانا ألفظها إكس، يعني بلفظها أحيانا بلفظها إس، أحيانا بلفظها زد، أحيانا لا ألفظها أبدا حسب الكلمة ومكانها في هذه الكلمة. والآش كما ذكرنا أنه لا يلفظ أبدا أيضا، ننتبه ما أقول هوتيل أو هم والأو، فأبدأ بالحرف الصوتي الذي تبدأ به الكلمة. طيب ننتقل إلى ملاحظة حول استخدام حرف السي. متى ألفظه سي ومتى ألفظه كي؟ هاتوا لنشوف، أعطيني يا شاطر ما رأيك؟ متى ألفظ حرف السي اس ومتى ألفظه اك؟ حاول تفكر لي دقيقة، ثوان، ماشي الحال، تجيب بعقلك. هلا في عالم بتقول لي اللي قال منكم بأنه إذا جاء حرف صوتي بعدها بنلفظها اس فهذا خاطئ. انتبه، لأنه هي إجابة على طول بسمعها من الطلاب، هاي مش ضابطة. اللي ضابط تعال شوف معي. حرف السي إذا جاء بعده أحد الأحرف الثلاثة هدول بس، الأو والإي والإجريج فقط، هدول يلفظ اس. يعني إذا قلت لك أنا هون سي ني ما، سينما. إذا قلت لك هيك س، إذا قلت لك مثلا هيك ست. طيب إذا علقنا له هون سي سي دي، هاي يعني عملناها سي هيك بهذا الشكل وعلقنا له هاي هون، شو بده يصير عندي هون؟ فرونسي، فرونسي اللغة الفرنسية أو فرنسي. عندي كلمة غارسون، ما بقول غاركون، لا غارسون، غارسون. إذن هاي الحالة الثانية كمان بلفظها سي. وممكن نلاقي هون أنا مثلا أحيانا رح لاقي بعد هذا الحرف أو إي أو أو، بتمنى شايفين بهاي الحالات. إذن بهاي الحالة باقي الحروف تلفظ إك بشكل عام. يعني هنا عندي مثلا أقول كور، أقول كار، عشان ما حد يجي يقول لي حرف صوتي. لاحظ هون هون أو، لفظت إك. كارتابل مثلا كار تا، كارتابل. فهي الحالة لفظنا هذه الحروف هنا، أو هنا هذا الحرف لفظنا إك. الله يرضى عليكم يا شباب، ركزوا معي صبايا، ركزوا واكتبوا الأمثلة والحالات. أنا متى ألفظ اس ومتى ألفظ إك بهذا الكلام. هنا سينما، سو، ست، فرنسي، غارسون، كور، كار، كارتابل، وهكذا. هاي الحالات نلفظ فيها حرف السي اس أو حرف السي إك.
طيب ننتقل كمان لملاحظة أخرى. فيكم تاخذوا استراحة، أنا عم بحكي وقف شوي الفيديو، عيده مرة تانية، ثبت الملاحظة، ما عندي مشكلة أنا. المهم إنك تثبت الملاحظة، وقف الفيديو، قوم اعمل اللي بدك إياه ورجع اشرب لك، اعمل كاسة شاي، كاسة متي، فنجان قهوة، ورجع تابع معي مشان يكون عندك إياهم كلهم ورا بعضهم، ما في مشكلة. الملاحظة رقم 3، بعض المقاطع الصوتية. تعال نشوف مع بعض، ركز معي هلا، تمام؟ شوف دول المقاطع. عندي بي اش، بي اش، اذا اجى بي بعده اش مثل بالانجليزي اف، نقول فارماسي، فارماسي، صيدلية. نقول فراز، جملة. حرف الإي مع الإي تلفظ وي، بنقول الفوز معي، انتبه، لوي، نوي، مثلا روي، فوي. طيب أيضا حرف ك، عند الكيو مع الإي لفظة إك، فإذا حطينا بعدها إي تلفظ كي. طيب بعدها تلفظ ك. طيب حرف الاس اش والسي اش، استاذ ما قلت لنا الاش ما يلفظ؟ ايه ما يلفظ، بس اذا اجى قبله اس او سي صار لفظه اش. بنقول شامبر، بنقول شار، بنقول اذا الاسماء حتى نقول هون مثلا شادي، اكتبها مثلا بهي الطريقه بيمشي الحال. الاو مع الاي لفظها او، نقول انه مثل اقول كلمه فول. تاكل فول انت؟ تاكل فول، فول او، ما تقول لي فول، تقول لي فول، ما هيك او. طيب انا عندي هون فو، نو، رو، كلها اذا هذه او. ايضا عندي كلمه فو، انتبه، فو مجنون معناتها. طيب الاو مع الاي لفظها ايش؟ لفظها وا، نقول فوا، روا، نوا، وا. طيب هاي الوا نفسها راح اجيبها لهون مع اك، وهيك صارت كوا. طيب اذا يا شباب هدول المقاطع الصوتية لاحظوهم، انتبهوا عليهم. بي اش لفظة اف، فارماسي، فراز، عندي هاي وي، فوي، لوي، نوي. لاحظ انت صرت تعرف تهجئ. جرب حط قدامك كلمات اقراهم لوحدك راح تعرف تقراهم. تبلش انت تقول هي كي، كوا، شار، شامبر، فو، نو، رو، فو. هون عندي فوا، روا، نوا، سوا، موا، وهكذا. هذا الكلام كلياته ما زلنا في تأسيس في اللفظ والأصوات. هاي الجلسة بتمنى ندرسها بشكل جيد، نثبتها بشكل جيد، لنتابع بملاحظات أيضا حول الأصوات والمقاطع الصوتية. نلقاكم إن شاء الله في الجلسة القادمة مع أبو الريم في التأسيس. السلام عليكم ورحمة الله.